ليه الغرب يحول مجرم لاسطوره ويهمش واحد زي محمد الفاتح؟ لان الغرب عنده حاجه اهم من الحقيقه، الا وهي السرد. اللي بيملك القصه صديق المشاهد بيملك الوعي. هم ما قدروش ينسوا الهزيمه في القسطنطينيه ولا يتقبلوا ان حضاره العرب والمسلمين في وقتها كانت ارقى من حضارتهم، فبدل ما يكتبوا الحقيقه خدوا رموز العنف زي دراكولا وحولوهم لابطال، وخدوا رموز الحضاره زي محمد الفاتح وسكتوا عنها تماما سكتم مكتم صديق المشاهد. وخدوا بالكم اعزائي الكباتن، احيانا جريمتك كلها تبقى ان انت ساكت. السكوت احيانا عن الحقيقه افظع من الكلام، بالاخص لو السكوت ده ممكن يغير وعي. او الغرب صديق المشاهد بيعمل ده طول الوقت. صلاح الدين الايوبي بطل فقط في افلامهم اللي بتخدم صورتهم، والقراصنه الحقيقيين ابطال في هوليوود. كولومبوس مكتشف بريء ومش مجرم اباده ولا حاجه. تشارلز داروين عالم عظيم مش شخص ماهد لحرب عالميه. قامت على فكره العرق الادنى والعرق الاعلى. بيوزع استاذ داروين اماكن البشر فين، نفس النموذج اللي بيتكرر. يلمعوا صوره المجرم ويشوهوا او يهمشوا صوره صاحب الحق.